السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم معكم في مطبخ عدلان وأم كوثر. بغيت نقدم واحد التحية للأحباب قبل ما تدخلوا تشوفوا واش دارت لكم الأخت أم كوثر بمناسبة اليناير. وحنا رانا في دارنا في الجزائر ما نديروش هذا اليناير، والله حبيت برك نوريكم كيفاش الأمازيغيين يديروا إن شاء الله، والأخت أم كوثر اللي راح توري لكم إن شاء الله. بون، اولا وقبل كل شيء نحمد الله ونشكره على اي حاجه عطاها لنا، نحمدوه بزاف بزاف ونشكروه. وبالمناسبه حبيت نفرحكم اليوم معايا ونفرح انا ان شاء الله معاكم، وندير واحد المفاجاه يعني هذه تاع اليوم. والاخت ام كوثر سيرتو ليها هي راح تسمعها وراح تقول يعني فاجاتيني يعطيك الصحه. نشكرها بزاف تاني، حتى هي اللي شجعتني وعاونتني على خاطر حليت هذه القناه من اجلها هي، باش نعاونها نساعدها. راه انسانه قليله وما عندهاش، وساكنه في بيت اللي هو استوديو هذا، وهي عندها 3 ولاد. وليدها الكبير الله يبارك راه عنده 18 عام، يعني راها نورمالمون خاصها على الاقل اف 3 مي ماشي مشكل. باش كيما نقولوا تطلع للقدام خاصني لازم ندير معاها اليد في اليد، وراها الاخت يعني راها من لحمي ودمي كيما يقولوا. ونشكركم حتى نتوما ايضا اللي شجعتوني باش نوصل حتى للفوق ان شاء الله، ومازال باذن الله وبفضل ربي وفضلكم ان شاء الله. ونشكر جميع الاخوات حباباتي صحاباتي اللي ساكنين معايا، اللي بعاد عليا، اللي في الخارج، اللي في السعوديه، اللي في المغرب، الجزائر، المتتبعين المشاهدين كاملين. ونذكر بعض القليل منهم يعني ماشي كاملين، بدون ذكر اسمائهم كامل. بون باغ اكزومبل كاينه نشكر فاطمه الفاسيه، شيماء، عندي امينه متنوعه، وصفات امينه، لطيفه، ام معتز، نجده اللي نعزها بزاف ثاني، فاتي، ام حسام، ام ملاك، سنه، طارق ان شاء الله ثاني، اسماعيل، فاتحه اليمنيه، ساره فلوغ، ام صفوان، كاملين نشكرهم بزاف بزاف. واللي ما جداد اللي نعرفهم واللي ما نعرفهمش كاملين، واللي بزاف بزاف ثاني عاونتني ونشكرها. ويعني ما نقدرش نوصف لكم ثاني يعني قد ما نشكرها بزاف وغير شويه عليا. اللي هي الاخت زهره اشرف اللي عاونتني في باش نقدم القناه تاعي للمراجعه، بفضل الله وبفضلها هي اللي تفعلت لي القناه اليوم. هذا هو الخبر اللي بغيت نفاجئكم به، هو تفعلت لي القناه تاعي. نحمد الله ونشكره يا ربي، وان شاء الله بفضل ربي وفضلكم ثاني نزيد القدام باذن الله. وهذه الاخت زهره اشرف ماشي نعتبرها صديقه، نعتبرها اخت واكثر من الاخت. بالك اللي ما لقيتوش في اختي نلقاه فيها هي اكثر منهم. بون ربي يحفظها ان شاء الله، وربي يشفي لها وليد خوها اللي راه مريض ان شاء الله. قولوا معايا كامل امين. ربي يشفيه لها ويخرجوا من الغيبوبه اللي راه فيها ان شاء الله، ويرجعوا لمهمته. ونتمنى لها كل ما تتمناه ان شاء الله، ربي يحقق لها يا ربي ان شاء الله. ونشكركم انتم المشاهدين ايضا المتتبعين، نشكركم على اللايك، الاشتراك، والتعاليق ايضا الملاح اللي ماشي ملاح، حتى اللي ماشي ملاح علقتوا لي ماشي ملاح ماشي مشكل، نشكركم كمان. مي بغيت نوجه واحد الكلمه فقط اللي بعثوا لي في الخاص وبعثوا لي حتى في الكومنتير. الله يهديهم الله يهديهم الله يهديهم 3 مرات. عرفتوا علاش؟ انا راني قناتي حليتها هنايا ماشي باش نتباهى بها وبالحوايج والمواعن والاكل الراقي ولا لا، راكم غالطين حباباتي وراكم غالطين كاملين. انا انسانه بسيطه وراه الناس كامل تعرفني، اللي ساكنين هنايا، اللي في الخارج، في الداخل، اللي كامل يعرفوني. انسانه بسيطه جدا جدا، ونحب نوري الطبخ نتاعي للناس البسطاء اللي كيما انا ماشي كيما راني زعما راني ساكنه في فرنسا في الخارج معناتها راني حبيت زعما نتباهى وندير. انا قادره، انسانه عاديه وقادره باذن الله نشري حتى لاسيات الطوبسي ولا المغرفه اللي تسوى حتى 50 اورو ونديرها ونوريها وعاديه. بصح لا انا حبيت نوري لكم المعيشه تاعنا العاديه، انا كشخص يعني كانسانه عاديه، وحبيت نوري القناه تاعي اللي يتفرجوا لها كيما نقولوا البنات ولا اي واحد اللي كيما انا بحالي كيما يقولوا المغاربه، ما حتى اللي عنده وما بغاش يتفرج عادي. انا بغيت نوريها المبتدئات القليله اللي ما عندهاش، اللي ما تقدرش تشري، ما تقدرش تطيب. بغيت نوري الحاجه العاديه جدا، ما بغيتش اوترومون. نقدر نوري اي حاجه، نقدر ندير اي عرض. انا لا انا اصلا حليت هذه القناه ماشي باش نتباهى بها، باش نعاون بها اختي ان شاء الله الا كتب الله. وراني كما قلت لكم انسانه بسيطه جدا، يعني راني كيما انا كيما الناس، وحبيت كيما قلت لكم نعاون بها اختي.
وراهم يعني كاينين اللي واقفين معايا، يعني ما تخافوش، ميم راكم انتقدتوني، راهم كاين اللي واقفين معايا، وبفضل الله وبفضلهم الحمد لله طلعت. اللي كنتوا تضحكوا، كنتوا تهضروا وتبعثوا لي في الخاص باللي مستحيل القناه تاعك ما القناه تاعك، لا لا، راه ربي عمره ما يخيب الظن تاع الانسان اللي ينوي الخير، اما اللي ينوي الشر يخليه ديما هو الاخر. بون، ونشكر ثاني حاجه اللي يعني عائله راجلي، عائله الزوج تاعي اللي وقفوا معايا وشجعوني، كثر الف خيرهم، وسيرتو اخت راجلي الكبيره ومام كاملين يعني، وسيرتو الاخت راجلي اللي هي مسكينه معاونتنا بزاف بزاف وتشجع فيا وتقول لي قدمي لقدام، الحاجه اللي ما تعجبهاش ماشي مليحه تقول لي حيديها ديري هذه ديري، هضري هضرتك اي حاجه عاديه ما تخافيش منها، وراه ربي ان شاء الله يوقف معاك، كثر الف خيرها وربي يخلي لها ان شاء الله راجلها ووليداتها. ونشكر يعني كاملين اللي وقفوا معايا، وسيرتو سيرتو سيرتو الزوج نتاعي اللي ما ننساهش خلاص، هو اللي شجعني وكثر بزاف وخلاني نزيد نفرح بالقناه، وخلاني بزاف نوقف في الكوزينه ونزيد نطيب والحمد لله. واخر حاجه البنات نقولها لكم، هي يعني حاجه عاديه، يعني الا كتب ربي ان شاء الله، ويعني ووفقني الله بهذا النجاح تاع القناه تاعي ان شاء الله، وكان فيها ربح يعني مبلغ معين ما ناش عارفين يعني يبلغ يعني كما حب الله سبحانه عز وجل. باذن الله راني حابه ان شاء الله نقسموا ما بين اخت كوثر اللي بغيت باش نعاونها ان شاء الله، والمحتاجين اللي راهم زعما نساعدوهم، كاينين محتاجين راه سيرتو في وقتنا هذا مع كورونا، راه الناس محتاجه، احنا نحمد الله ونشكروه، انا واحده من الناس راني نحمد الله ونشكروه اللي راه عندنا اي حاجه ابا نعاونوا به الناس اللي محتاجين، وخاصه الجمعيه الخيريه، وسيرتو كاينه واحد الجمعيه خيريه اللي اسوها، ومن ضمنها يعني اللي كانت هي تقود فيها الاخت زهره اشرف، نشكرها بزاف، يعني دارت الخير، يعني ماشي غير دارت الخير في الناس كاملين، نستعرب بها ويعطيها الصحه وربي يحقق لها ما تتمنى ان شاء الله، يعني باذن الله كاين اللي حقق لنا ربي ان شاء الله النجاح، راح يكون واحد المبلغ راح يكون يمشي ان شاء الله لهذه الجمعيه الخيريه باذن الله وحفظه. وش نقول لكم البنات، ربي يحفظكم وربي يشكركم ويخليكم ان شاء الله دائما فرحين. وحاجه الاخيره خلاص نقولها لكم، ان شاء الله اليد في اليد ورانا مسلمين مع بعض، ربي يجيب الخير ان شاء الله، وربي بعد هذا البلاء علينا برك، واي حاجه ان شاء الله راه ربي قادر يحققها لنا، ونتمنى لكم الخير ان شاء الله. ودوكا دخلوا ان شاء الله تشوفوا بعض اللقطات وبعض الحوايج بون اللي راح توريهم لنا الاخت كوثر. نخليكم ان شاء الله الى الملتقى، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. هي درت الشخشوخه والمبرجه، درت التقنته، درت حق تاع سلفتي لهنايا بمناسبه يناير، عندي سلفتي اللي هي اخت الزوج نتاعي قريبه مني لهنايا، رايحه نبعث لها العشاء تاعها ونقول لها ادعي لي دعوه خير ان شاء الله وتاكلها بالصحه والهنا.